شو عملنا احنا لفرنسا ولا لبريطانيا ولا لايطاليا ولا للنرويج ولا الدنمارك؟ انتم جبتوهم بتعطوهم البترول. انتم لو تحكموا ليبيا باش تسلموا بترول الشعب الليبي للشعب الفرنسي، هذا حدها. ساركوزي يبغي ياخذ بترول الشعب الليبي يعطيه لشعبه، وداركم انتم اداه له وينزلكم في السلاح باش انتم اللي تغلبوا على الشعب الليبي والشعب المسلح باش تسلموا له ليبيا على طبق من ذهب. هذه واضحه، العيل يعرفها، اي واحد يعرفها، اللي لا يقرا ولا يكتب يعرفها. يعرف ان هم يسندوا فيكم بطائراتهم وينزلوكم في الاسلحه ويقصفوا قدامكم باش انتم تقدموا علشان تسلموا لهم ليبيا وبترول ليبيا، ويبدا باش ينجح في الانتخابات ساركوزي يقول الشعب الفرنسي انا جبت لكم بترول الشعب الليبي، خذيته من الشعب الليبي واعطيته لكم يا شعب يا فرنسي، خذيته من اولاد الليبيين واعطيته لاولاد الفرنسيين. جبت لكم ليبيا، استعمرت ليبيا، انا امبراطور. كيف بيتحقق هذا؟ بيتحقق بكم انتم يا خونه. انتم ابناء قبائلنا الليبيه؟ ابدا، لا يمكن. هذا ما هو مشروع ليبي، هذا مش مشروع اي ليبي، اي قبيله، اي شاب ليبي، مش ممكن. الشباب الليبيين يحلفوا براسهم معمر، الشباب الليبيين يعرفوا ثوره الفاتح هي ثوره الشباب، هي ثوره الطلاب، هي ثورتهم، ثوره العزه والكرامه. شوف كنا احنا قبل الثوره، كنا اذلاء تحت العالم، هذا العالم اللي هم يرفعوا فيه الان، اذلاء تحت هذا العالم. 5 قواعد امريكيه تحت الاراضي الليبيه، وبرقه بالكامل محتله بالانجليز، وطرابلس، وعشرات الالاف من المستعمرين والمعمرين الطليان يملكوا كل شيء، ورؤوس نمطاطي يضربوا فينا على قفانا ويركلوا فينا بالرجلهم الامريكان ويلوحوا في حكاك البر على وجوهنا. هيك كنا قبل الثوره تحت العالم هذايا. يبوا يرجعوا هم، كيف يرجعوا؟ جابوكم انتم. اللي يختشي، اللي عنده قبيله، اللي عنده دين، اللي عنده عيله، يرجع يلوح سلاحه، يرجع لامه، يرجع لعائلته. وين ماشي؟ وين ماشي؟ وين ماشي؟ ماشي بتاخذ البترول الليبي تعطيه لفرنسا؟ هذه كلها قصه. الشعب الليبي لا يمكن يسمح بان بتروله تاخذ فرنسا باش تعطيه للشعب الفرنسي، ولا يسمح لاعوان فرنسا انهم يحكموا ليبيا باش يسلموا ليبيا لفرنسا، بدل الشعب الليبي ساركوزي هو اللي يحكم الشعب الليبي، ولا الحمار نتاع الخليج. اخرتها الحمير، تطمع فيكم الحمير. العائلات الليبية اللي كانت فرحانة في رمضان وكانت تسهر هذه الليالي في الذكر والتسابيح والهدرزة والفرح، الآن مشردة من مصر إلى تونس في معسكرات النازحين واللاجئين. خيرنا شو احنا فلسطينيين صومال، جتنا كوارث طبيعية؟ أبدا. ليش نخلي شعبنا بهذا الشكل؟ اللي خلى الشعب الليبي بهذا الشكل وخلى ليبيا بهذا الشكل من يقف معاه؟ منو يقف معاه؟ حتى كان أبوك ولا أخوك ولا أمك لا يمكن توقف معاك، لا يمكن تأيدك، لا يمكن تكون معاك. اللي يخرب ليبيا، شتت عائلاتنا، شتت قبائلنا، شتت مدننا، دمرها، خرب المدن بالقصف بالطيران، ويتصل بالهاتف يقول للطائرات تعالي غيري واضربي بلادي، اضربي اهلي. اللي خلى ليبيا بهذا الشكل من هو؟ دوروا عليه، حددوا موقفكم منه. كيف يا عقال ويا عائلات ويا قبائل ويا اللي تحبوا ليبيا ويا اللي تحبوا اولادكم واحفادكم
تحترموا أجدادكم. كيف تسمحوا لهؤلاء إنهم يلعبوا بليبيا بهذا الشكل؟ بعد الفرح يبدأ الحزن. عائلات كانت فرحانة في رمضان السنة اللي فاتت حزينة في هذا الرمضان لأن فقدت غواليها، فقدت ابنائها. من اللي سبب لنا هذه المآسي؟ معروف، الخاين، العميل، الجرذ. كيف توقف معاه؟ كيف تأيده؟ لا يمكن. أنا متأكد أنك ما بتأيده. مش ممكن أي ليبي، لا شاب ولا رجل كبير ولا مرة، يكون هذا مشروع، يكون هذا العمل أو يوافق على حرق ليبيا وتدمير ليبيا. لا يمكن. ها الشباب يقبلوا في صورتي. كيف الشباب أنا قايدهم وأنا أبوهم كيف؟ هذه ثورة العزة والكرامة. حتى لو كان ما دارتش النهر الصناعي العظيم وما دارت هالطرق وما دارت هالإنجازات وما دارت هالمدن وهالمواني وهالمطارات اللي تخربوا فيها واحدة بعد واحدة، حتى لو كان ما دارت هالإنجازات المادية، يكفي إن هي خلقت شعب حر وروح المعنوية عالية ومشهور في العالم. الليبي مشهور في العالم. أما الآن الليبيات وين يشحتن محتقرات في تونس وفي مصر مد في ايديهن لله في رمضان. من اللي خلاكم في هالوضع؟ دوروه وانتقموا منه، صفوا حسابكم معاه. هذه ما هيش معركة جيش، مش معركة جيش، هذه معركتكم انتم. صفوا حسابكم معاهم. اللي خرب مساجدكم وخرب شوارعكم وخرب وهدم الجسور وهدم العمارات وهدم المباني، هالمخرب هذا، المدمر هذا، صفوا حسابكم معاه. حتى كان من قبيلتك، حتى كان اخوك، حتى كان ابن عمك، صفي حسابك معاه. هذا ابليس، هذا مجرم يخدم في ساركوزي، يخدم في الشعب الفرنسي، يخدم في الشعب الايطالي اللي عارفين تاريخ الاسود معانا. الان يخدم فيها، يقول جيبي طائراتك، جيبي حامله الطائرات غاريبالدي خلها تضرب ليبيا. احنا فقدنا عقولنا ولا كيف؟ كيف بلادنا كانت تهني وماشي للامام، نجي عليه ضحك بتاعت فيسبوك و17 فبراير وما بعرف ايه، تضيع البلاد. يبدا كل يوم يدفن في عشرات الشهداء على دموع فارغه. وبعدها كانكم انتم بتسمعوا الاذاعات بتاعهم، خلاص معناها كل يوم نقول غير نكذبوا، لأن كل الكلام يقولوه هو كذب، نقول احنا نكذبوا فيه. معنا 24 ساعة واحنا قاعدين غير نكذبوا. ما عاد بنكذبوا كل الكلام يقولوه، عارفينهم يكذبوا خلاص. مرة مرتين ثلاثة اكتشفتوا ان كلامهم كذب، خلاص. حتى تو يقول لك هذا مسجل، يقول لك الحديث هذا باك مسجل، كاتب اضطرينا نكتبه يوم الأحد. الأحد هذا يعني دخلنا في يوم 21/8. والساعة لأن الساعة توا 1:37 دقيقة ولا كم بتوقيت طرابلس. هي الساحة الخضراء قدامي، باب العزيزية قدامي، حتى ما يقولوش الكلام هذا قديم، لأن هم خلاص فقدوا كل شيء، استخدموا كل شيء، أيسوا من كل شيء. تو آخر حاجة حملة الكذب، زي ما بدوها بيختموا بها. طبعا الآن هذه الخاتمة، لأن الأطلس بدأ يتهاوى ينهار، هذه آخر أيامه. أهو مجنون، ضربوا المصايف وضربوا البيوت، بيوت السكان والبيوت والعائلات، وقتلوا الأطفال. لا، هذول نصارى وكفار ويكرهوكم في رمضان العزيز. ريتوا كيف يعملوا فيكم في رمضان. الساعة 41 دقيقة من يوم الأحد. أعوانهم الخونة يعني انتهوا،
منتهين، يجاروا من مدينه لمدينه زي الفيران، يطردوهم من المدينه يمشي للمدينه الاخرى، يخشوا في المدينه الاخرى يعقبوك على الاخرى، وماشيين بهالشكل في سيارات سريعه وزي الفيران، ويعلنوا المكان اللي يجي يقول احنا احتليناه ولا استولينا عليه، وهو كل كذب. يجي ساعتين ويطردوه يقول انا احتليت المكان هذا، يطردوه يطلع لمكان اخر يقول وهكذا مطارده، هو مجرد مطارده زي ما طاردوا الجرذان بالضبط، اسم عليه مسمى. لكن اكيد هذول مش ليبيين، لا لا لا، هذا مش برنامج ليبي، لا مش معقول. ولا واحد عنده دين اسلامي يمشي في هذا الموضوع او يخش حتى جامعه ويقول كلام زي هذا. لا لا لا، هذا له برنامج مسلمين وله برنامج ليبيين وله برنامج ناس عاقله، ولهم الليبي ولا كبدهم على ليبيا. هذول ناس بيدمروا ليبيا، بيحرقوا ليبيا، بيدمروا الشعب الليبي، بيتموا الاطفال الشعب الليبي، بيرملوا النساء، بيكسروا كل شيء. اي حاجه جوها يخربوها. كيف تخربها؟ لمصلحة من؟ والله الطرق اللي اندارت في الجبل العربي مستغرب فيها العالم، يقول لك اوروبا، الاوروبيين يقولوا لنا الطرق هذه اوروبا ما فيهاش. هالجبل الصعب هدايا تغطوه بها الطرق هذه الحديثه، احدث الطرق اللي ولمس كنتوا تمشوا على الحمير والحمار يطيح كم مره بيش ينزل من كاباو والله من يفرن. الان طرق اوروبا ما فيهاش الطرق اللي في الجبل العربي. خربتوه انت والطرق الحمد لله. النهر الصناعي اللي بيجي من غدامس يقول عند زواره، خلاص خربوه، جو للانابيب فجروهن، اقعدوا لا ميه خلاص. يعني هذا الجبل مش حتكون عنده، مش حيعيش نهائيا، لان الميه ما فيه، والميه اللي كنا بنديروها بديرها الثوره كسرها خلاص. تو الانبوب يصفوه كسروه، يبيكم تعيشوا بلا كهرباء، وين ما يلقوا برج كهرباء يضربوه. تو هذه يديرها ليبي، يديرها الشيطان، ما يديرهاش في رمضان. يقول هذا مسلمين وما نديرهمش زي الناتو زي هذا. يبيكم تعيشوا بلا اتصالات، بلا مواصلات، بلا كهرباء، بلا مكيفات. معقول كل ما يخشوا قريه ولا شارع اول ما يضربوا المكيفات بالكلاشنكوف ولا اسمها بالبلاد اللي اعطيت لهم اف ان، ولا اعطيت لهم الحمير متاعين الخليج، ولا النصارى عاطينهم سلاح يضربوا المكيفات. ينتقم من العائله الليبيه، ويا تجي معاي يا نعتدي على عائلتك، يا تجي معاي يا نحرق بيتك، يا تجي معاي يا نحرق مزرعتك. هذه كيف يخوف الناس؟ هذه هي الديمقراطيه؟ هذا البرنامج، هذا هو البرنامج اللي ماشيين وتموت من اجل الناس. والله عال شو المهزله هذه؟ شو المسخره؟ يلا الليبيين درهتك بودهم، يلا ازحفوا بالمليون، انهوا المشكله هذه، ازحفوا بالمليون، يلا اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. ايش المهزله هذه؟ شنو يموتوا اولادكم بالتقسيط؟ يموتوا في يوم واحد، يلا ازحفوا بالمليون، حرروا ليبيا شبر شبر كلها، مليون بلا سلاح. لكن شيء عظيم على اي حال انكم القصف الطائرات النصارى في رمضان، وانتم دايرين الانوار الالعاب الناريه في الساحه الخضراء في طرابلس. عشتوا الى الامام، الى الامام، الى الامام، الى الامام.